الجميع يرى بريق الكأس في دكار، والكل يصفق لمن رفع الذهب. لكن هل تجرأ أحدكم وسأل: كم لترا من دماء المغاربة سكب ليكتب هذا التاريخ؟ خلف الستار لم تكن كرة قدم، كانت سوقا للنخاسة، مقايضة دنيئة بالأرواح. في الوقت الذي كانت فيه أنظار العالم تلاحق الكرة، كان إخواننا المغاربة في السنغال يعيشون جحيما لا يوصف، احتجاز، تهديد وترهيب. لم يكن نزالا رياضيا، بل كانت معادلة واضحة: اخسروا المباراة لتربحوا الحياة. الرئيس يهنئهم على الشجاعة؟ عفوا سيادة الرئيس، عن أي شجاعة تتحدث؟ هل الشجاعة هي وضع السكين على رقبة الضيف؟ هل البطولة هي ترويع الآمنين؟ تلك النجمة التي تزين قمصانكم اليوم ليست من ذهب، إنها ملطخة بدماء، بدموع وترهيب مغاربة وثقوا في إفريقيا فخذلتهن همجيتكم. نجمة العار لا تشرف الصدور، والمجد لا يبنى على أنقاض الكرامة. التاريخ لا يمحو الجرائم بصفارة حكم، التاريخ سجل، والمغاربة لن ينسوا. شارك الحقيقة قبل أن يغطي زيف الاحتفالات صوت المظلومين.